ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن بذور الشيا. حقيقي البذور دي مفعولها مفعول السحر بجد، خصوصا للناس اللي بتعاني من عسر الهضم او دايما عندهم امساك. بجد بجد لازم البذور دي تكون معاكم في نظامكم الغذائي اليومي. حقيقي ممتازة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. تعالوا كده نشوف مع بعض ايه اهم فوائدها وفين مكانها وازاي الناس عرفتها. اولا بذور الشيا اصلا من المكسيك، موطنها الاصلي في المكسيك. اتعرفت هناك وناس استخدموها في اغراض حياتهم اليومية والاغراض الجمال. بذور الشيا غنية جدا 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 بمضادات الاكسدة والمعادن والالياف، وفيها كمان اوميجا 3 اللي الناس بتشتريها في كبسولات كتير قوي قوي قوي. فانتي ممكن ما تشتريش كبسولات الاوميجا 3 تاني وتعتمدي على بذور الشيا في حياتك اليومية اصلا. بذور الشيا فيها كمان المكونات الغذائية بتاعتها. فيها فيتامين ب1، وفيها فيتامين ب3، وفيها مغنيسيوم، وفيها حديد، وفيها كالسيوم، وفيها الياف. الالياف دي الناس اللي بتكون عندها دايما عسر هضم وعندها دايما مشاكل في معدتها، الالياف بتاعتها بجد بتفيد جدا جدا في حل المشاكل دي. فيها دهون، فيها بروتين، فيها كربوهيدرات، فيها فوسفور، فيها زنك. بجد يعني من الحاجات اللي هي يعني مش هقولك صيدلية في بيتك، بجد حاجة يعني بتديكي العناصر اللي جسمك محتاجها. حقيقي من الحاجات المفيدة قوي 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 قوي، كفاية ان هي غنية بمضادات الاكسدة اللي بتفيدك في صحتك. وكمان آه بتمنع عنك مرض السرطان. بجد زي ما قلت في الفيديوهات اللي قبل كده، حقيقي يعني الطب البديل او الاعشاب بصفة عامة هتغنيكي عن فيتامينز كتير بتدفعي فيها الافات، هتغنيكي عن حاجات كتيرة قوي 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 فوق ما تتخيلي. تعالوا كده نشوف فوائدها. آه بذور الشيا كمان بتساعد في التخسيس. آه بصوا هي ده شكلها. بصوا هي بذور صغيرة قوي، مجرد ما بنحطها وبنحط عليها حبة مية بتعمل زي جيلي او بتعمل زي جل. لما بناكلها زي ما بتقولوا كده ايه، بتنفش في المعدة او بتعمل بالونة في المعدة. هتقدر ان هي تديكي احساس دايما بالشبع، فبالتالي جسمك هيبتدي ياكل الدهون اللي فيه. لان في نظرية طبية بتقول ان لما حضرتك توقفي الاكل او لما ما تاكليش بصفة مستمرة، انت مش هتموتي، انت كده كده جسمك بيتغذى على يعني على الدهون اللي موجودة في جسمك اصلا، وبالتالي بياكلها وبياكل الخلايا السرطانية والخلايا المضرة. لما حضرتك بتاكلي باستمرار جسمك بياخد الفيتامينات والحاجات اللي محتاجها، بس في نفس الوقت بيتراكم دهون على دهون وحاجات كتير ساعات ممكن يكون جسمك مش محتاجها اصلا. فانت لما تقللي الاكل بالتالي انت تدي فرصة لجسمك ان هو يعمل لنفسه عملية ريفرش، يعمل عملية تنظيف لنفسه اول باول. فاتمنى بجد ان انتوا تعتمدوها في نظامكم الغذائي لان حقيقي هي مفيدة جدا. عندنا كمان بجد مفيدة كمان لصحة القلب عشان غناها بالاوميجا 3. الناس اللي عندها ضغط الدم العالي برضو بتفيدهم، بتقلل من 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 ارتفاع ضغط الدم. لان حصلت تجارب اتعملت على فران طبعا برضو عشان يشوفوا مدى تأثيرها، لقوا ان هي بتعالج ارتفاع ضغط الدم عند الناس اللي هي بتعاني من ارتفاع الضغط. عندنا كمان مفيدة جدا لصحة العظم، لان زي ما قلت هي فيها كالسيوم، فيها فسفور، وفيها مغنيسيوم. بتساعد كمان على خفض مستويات السكر في الدم. فيها ايه كمان؟ آه البنات اللي هي عندها مشاكل في تكيسات المبايض وعندها اضطرابات وبتروح كتير قوي لدكاترة وبتاخد ادوية هرمونية كتير، بذور الشيا اصلا مفيدة للسيدات اكتر من الرجال، لان هي من الاعشاب المفيدة للسيدات. آه، فيها مادة مش قادرة افتكر اسمها،
اللي هي هرمون الاستروجين بتاع السيدات. آه، بتحسن قوي قوي نسبة الهرمون ده عند السيدات، فبالتالي السيدات اللي بيكون عندهم مشاكل، المشاكل دي بتقل بنسبة كبيرة قوي. يعني البذور دي بالذات بيسموها البذور الأنثوية أكتر منها إن الرجالة تاخدها. ليه؟ لأن هي يعني بتظبط قوي الهرمون بتاع السيدات. يعني ما بيفضلش أبدا إن الرجالة تاخدها بصفة كبيرة قوي، لأن يعني على المدى البعيد بتعمل مشاكل بقى في هرمون الذكورة وفي البروستاتا ومواضيع تانية برضو هنتكلم عنها فيما بعد. الناس برضو اللي عندها مشاكل في القولون بتعالجها زي ما انا قلت. هي بتعمل مادة زي الجيلي، بجد بتفيد قوي مشاكل المعدة والأمعاء وبتحسن من عملية الهضم. كمان بذور الشيا مفيدة قوي للبشرة. ممكن ان انتي بعد ما تعمليها على المية او تعمليها على زبادي، الجيلي اللي فيها ده عايزة اقولكوا بيرطب البشرة وبيحسنها حقيقي بجد. يعني مفعولها مفعول السحر. يعني مش يعني مهما اتكلمت عنها محتاجة فيديوهات كتيرة قوي علشانها. برضو الناس اللي بيكون عندها التهابات في الجلد برضو نفس الطريقة، بننقعها في كوب مية او في حبة مية صغيرين، بحيث ان انتي على حسب كمية المية اللي انتي حطاها بيطلع لك كمية الجيلي دي، سواء تقيلة او خفيفة. تقدري ان انتي تحطيها لو في حد مثلا عنده حروق من الشمس او عنده حرق او حاجة، بتحطيها على البشرة بيهدي كتير قوي من الحروق. مفيدة برضو قوي لحب الشباب ولعلامات التقدم في السن. مفيدة كمان للشعر. زي بالظبط بذر الكتان، لان هي تقريبا بتعمل نفس مادة الجيلي، بس برضو بننقعها في مية باردة عادي جدا، وبناخد الجيلي بتاعها بنصفيها من البذور تماما، وبناخد الجيلي بتاعها وبنستخدمه على الشعر. لان زي ما انا قلت فيها المواد اللي هي مفيدة قوي للشعر، زي الاوميجا 3 والزنك والحديد. يعني بجد الحاجات اللي احنا بندور عليها في الادوية والفيتامينز اللي هي الكيميكال، بجد هتلاقوها موجودة في بذور الشيا. الزنك والحديد والبروتين والفسفور والاوميجا 3 حقيقي بجد يعني بذور مفعولها مفعول السحر. هي يعني مش هقدر اقول غالية، مش هقدر اقول رخيصة، هي مش رخيصة، بس ممكن ان انتي تقدري يعني ابسط حاجة ممكن عند اي عطار تجيبي ب20 جنيه مثلا، او تجيبي يعني اقل حاجة 20 جنيه او 30 جنيه. يعني حبة هيكونوا كويسين معاكي. انا عندي دول جايباهم بحوالي 35 جنيه. عايزة اقولكم بصراحة هي تحفة جدا. كمان بتساعد في التخسيس. ممكن قبل ما تنامي تاخدي معلقة تمام وتحطيها على كوباية زبادي تاكليها، هتبقى مفيدة قوي وهتديكي احساس بالشبع. حقيقي بذور الشيا انا مهما اتكلمت عنها وعن تجربة شخصية حقيقي مش هقدر اوفيها حقها. يعني الحمد لله بجد ان ربنا يعني خلق لنا حاجة زي دي. بجد نوع من النباتات ممتازة جدا جدا جدا. اتمنى ان كلنا نعتمدها في البرنامج الغذائي اليومي في حياتنا. لو في حد محتاج يسأل على حاجة يكتب لي في الكومنتات، واشوفكم المرة اللي جاية في فيديو جديد.